بسم الله. السلام على كل مشاهدينا الكرام. ننقل لكم قصة اليوم، قصة الجلاد والمايسترو عبد الرزاق حمد الله بكل تفاصيلها. الله ابن مدينة آسفي، مدينة السمك والخزف، حاضرة المحيط كما يلقبها ابن خلدون. ملعب الكاريان بحي القرية أول ملعب انطلق منه الهداف عبد الرزاق حمد الله. لم يكن وحده بل حتى زميله اللاعب عطية الله قبل التحاقهما بأولمبيك آسفي. ملعب تم حفره في ربوة بدون مدرجات، بلا عشب. هذا الملعب يلعب فيه مواهب كروية. من هنا انطلقت مسيرة مبخرة الكرة المسفيوية حمد الله. في عام 1990 بحي كوكي الشعبي لعب مع نجم شباب آسفي وانتقل إلى أولمبيك آسفي لنشاهد أهداف حمد الله مع أولمبيك آسفي. انتقل إلى الدور النرويجي بصفقة $1,000,000، أكبر صفقة في تاريخ أولمبيك آسفي. أبهر وأمتع النرويجيين بأهدافه الخيالية، ولنشاهد أهداف الهداف حمد الله والنجم المتألق عبد الرزاق حمد الله. من أهداف رائعة في سجل هذا البطل، وانتقل إلى الدور الصيني. أمتع واستمتع مع الجمهور الصيني. في سنة 2015 ستكون سنة حافلة بالألقاب. لعب مع الجيش القطري وصانع أهداف كأس قطر، وبعد ذلك انتقل إلى الدور السعودي. ما أحلى من الجمهور السعودي، متعة وعشق وحب لكرة القدم. لعب للنصر السعودي، لمع نجمه هدافا للبطولة السعودية. فاز بدور المحترفين وكأس السوبر السعودي 3 مرات مع فريقه. لنشاهد متعة الكرة وجمال وروعة الأهداف مع الهداف والجلاد حمد الله. لكن النجم المحبوب للمغاربة والأفارقة والعرب لم يكتفي بهذا، بل لعب مع الأسود وحمل الراية المغربية أينما رحل وارتحل. لنشاهد ونستمتع بأهداف الجلاد كما يلقبونه السعوديون مع المنتخب المغربي في إقصائيات إفريقيا ومراوغاته في كأس العالم الأخيرة بقطر. لنشاهد ونستمتع.
المايسترو عبد الرزاق حمد الله لم يكن لاعبا عاديا، بل سلب عشاق كرة القدم بلعبه وأهدافه ومعاملاته. يستحق الجلاد حمد الله الثناء والشكر والدعم حبا له. وإذا أعجبكم هذا الفيديو لا تبخلوا علينا بالدعم والاشتراك في القناة، اضغطوا على الإعجاب وزر الاشتراك، دعمكم يساعدنا على الاستمرار. نلتقي في فيديو آخر يحمل الإفادة والاستفادة، وشكرا لكم في فيديو آخر.